أخف من البسبوسة وأطعم من الكريم كراميل. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها من كتر جمالها. بتمنى بجد فيديو النهاردة ينال إعجابكم وتجربوا الوصفة وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة، أول حاجة عندي هنا صينية مقاس 34. حطيت معلقة صغيرة من السمنة وهبدأ أدهن الصينية كويس قوي. طبعا هتقولي حجم الصينية بيختلف في ايه؟ بيختلف بس في سمك الحلو بتاعنا. هركن الصينية بتاعتنا على جنب، وعندي هنا 4 كوبايات من الحليب. هبدأ أنزل عليهم بكوباية من جوز الهند، نفس الكوباية اللي عيرت بيها الحليب. هننزل كمان بنص كوباية من السكر، كيس من الفانيليا، ونص كوباية من السمنة. طبعا المكونات دول هبدأ أرفعهم على نار عالية لحد لما يغلوا معايا، وطبعا الحليب يبدأ ياخد من ريحة الفانيليا وطعم جوز الهند. بعد كده شايفين هنا كان بدأ يغلي معايا بالطريقة دي. أول ما تلاقيه بدأ يفور معاكي على طول هدي النار عليه. وعندي هنا كوباية من دقيق البسبوسة السايب، نفس الكوباية اللي عيرت بيها الحليب هي نفس الكوباية اللي عيرت بيها السكر والسمنة جوز الهند. ببدأ أنزل بيها كده ومع التقليب المستمر زي ما انتوا شايفين كده، والنار عندي من تحت وسط لحد لما انزل بكوباية السمين. بعد كده بعلي النار وبفضل برضو أقلب كده تقليب مستمر لحد لما القوام بيبدأ يتقل معايا. شايفين هنا القوام تقل معايا ازاي؟ في المرحلة دي ببدأ بقى أطفي النار، وعلى طول بناخد الخليط بتاعنا ونبدأ ننزل بيه في الصينية اللي احنا دهناها دهنة سمنة. على طول وهو سخن ببدأ أوزعه كده في الصينية. أهم حاجة تخلي السمك واحد، يعني توزعاها توزيع متساوي. شايفين الجمال؟ بعد ما سوينا الوش بالطريقة دي زي ما قلت لكم، اهم حاجة تسوي الصينية كويس قوي وتديها تخبطتين حلوين. بعد كده عندي هنا فول سوداني جرشاه او مجروش، ببدأ انزل بيه كده على الوش، وده اختياري. لو حابة تديلها لون طبعا من فوق من غير الفول السوداني هتبقى جميلة جدا. ببدأ كده اضغط بايدي على الفول السوداني عشان ابدأ ادبسه كويس قوي. ودلوقتي هبدأ اركنها على جنب واسيبها لحد لما تبرد معايا. في المرحلة دي على بال ما تبرد معايا هنبدأ نعمل الشربات. فعندي هنا كوباية من السكر، هنزل عليها بكوباية إلا ربع من المية. هننزل بعصير نص ليمونة صغيرة، شايفين نقطتين كده من الليمون، ودول برفعهم على نار عالية لحد لما يغلوا معايا. أول ما بيغلوا برجع أدي تقليبة عشان أتأكد إن السكر داب تماما. وبعد كده بعد الغليان بسيبها دقيقتين على النار، وبعد كده بطفي النار عليها. طبعا زي ما انتوا شايفين استوى معايا، هسيبه على جنب لحد لما يبرد تماما. ودلوقتي طبعا هنبدأ ندخل الصينية بتاعتنا الفرن. هنا طبعا بليت ايدي بلة مية كده خفيفة. هبدأ كده ألمع الفول السوداني من فوق عشان ما يتحرقش معايا. طبعا الفرن شغال على اعلى درجة حرارة سخن جدا. بدخل الصينية بتاعتنا على الارضية والنار عليها وسط من تحت لحد لما تاخد اللون من تحت، وفي نفس الوقت ببقى مشغلة برضو من فوق على اعلى درجة حرارة. بعد كده برفعها على الرف الوسطاني عشان تكمل اللون من فوق، واول ما بتاخد اللون بطلعها على طول من الفرن. شايفين الجمال؟ طبعا هي سخنة والشربات معايا بارد تماما. ببدأ انزل بيه على طول عليها. النهاردة الحلو بتاعنا هو شهد الملكة الدمياطي، وصفة سهلة وسريعة طعمها حلو قوي، اخف من البسبوسة واخف من واطعم مليون مرة من الكاستر ومن الكريم كراميل. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها من كتر جمالها. طبعا انا سبتها حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة بردت معايا او هدت شوية، وبعد كده بدأت اطلع منها حتة. شايفين اللون جميل جدا، كمان طعمها حلو قوي وخفيفة. لما تجربوها بجد هتعتمدوها. الوصفة دي جميلة جدا في رمضان لو حابين تعملوا حاجة حلوة بعد الفطار. شايفين الجمال؟
رهيبة يا جماعة. لما تجربوا الوصفة بجد هتعتمدوها. فأتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتقولولي على رأيكم فيها. شايفين؟ فلايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة اقتصادية ومغذية مع بعض. مستحيل نشتري حاجة حلوة تاني من برا. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.